لي مفهوم الحماية عندنا كبني آدمين، يعني حضرتك شايف الحماية إزاي، أو الناس عندك بتشوف إن الحماية الإلهية دي شكلها إيه؟ الناس دايما بتشوف ان لو حصل لي حاجه وحشه يبقى كده ربنا بطل يحميني، هو انا كان كده الحاجه دي معناها طب هو ربنا كان فين لما حصل لي الحاجه الفلانيه، لما اتاذيت في كذا، لما اتسرقت، لما حصل لي، لما قل آه فيبقى كن لو انا اتاذيت يبقى انا اتاخد مني الحمايه او الحمايه وقعت عني الوقت ده. أدينا راجعين للمفهوم البشري عن الإله. مم. آه، نفرق كده بين المفهوم البشري عن الإله والمفهوم الإلهي عن الإله. هو أول مفهوم عن الرب هو الأب والأم، من خلق ورزق حق أن يعبد. فالأب والأم هو اللي بيديني الرزق وهو اللي بيعلمني وهو اللي بيحميني، مش كده؟ مم. طبيعة العلاقة مع الأب والأم أنا بشوفه عامل إزاي؟ إني لو أخطأت بيعاقبني في ساعتها، مظبوط؟ حتى لو أنا مش قاصد الخطأ ده. أنا بتصور إن الإله كده، إنه محتاج، إن أنا محتاج يحافظ لي على حياتي، يعني يلحقني ما اعورش نفسي، ما اتألمش، ما احسش وحش. أنا متخيلة إن الإله وظيفته كده، إنه يخليني ما احسش وحش. مم. وطبعا لا،